ها هذا نزيه. ها يا نزيه، شوفوا يا شباب. ها هذا نزيه. شوفوا كيف جالس يفطرها من معز رمضان. ها مكروه. احنا المحترم حق الحارة. إذا هذا المحترم مش حد يفعلوا الباقيين اللي مش محترمين. ها شوفوا شوفوا كيف يفطر. احنا في عز النهار. ايوه يا نزيه، ايوه. الآن يا نزيه أوريك أنا كيف أفعل بك. كنت أنا هنا احترامات. وأنت فاطر يا رجال، حرام عليك. احترم رمضان أقل حاجة. من صوم انت رمضان عاد تصومش الأيام الثانية. الآن شوف المجموعة في الحارة. هنا المجموعة الحارة عرفوا نزيه هذا منه. إرسال. أنا أوريك يا نزيه من عيني. يا عم بصير موقعها. هذا في نهار رمضان. أنت متأكد أن هذا نزيه؟ لا يا عم، هذا جني متلبس نزيه ما شاء الله، معصوم من الخطأ. ما صنف لي يفعل هكذا. والله ما أنا داري، مكنتوني رجال ومدري ما وخطبت له وفلت ابن أخوك. كيف لو ما زاد علي. داحين يا عم ما بالشي، سير افسخ الخطوبة واديها لابن أخوك، اخطب لابن أخوك واعرف أمور أحفظها واطرحها فوق راسي. ما الأول مكانك ترك وعكذ. الحمد لله إن ربي فضحه وعادي في الخطوبة. قلنا لا لك ولا له، خلي أخانك تكيس عزبه خاطرك. سبرناها الأولى وحرم معذر ما بالزهق. هذا نزيه فاطر في رمضان. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم يا عم حتى. قلنا السلام عليكم. وعد لك واجي تخرج بين الناس. ليش؟ صلي على النبي. وخرجت مخلص ولا شيء؟ واذا انا لابس كل حاجه او شكل الصيام مأثر عليك. لك وعد بدليقن. قلنا نخرج من بقالتي يلا. ليش اروح لي من بقالتك؟ او غثيت كل حاجه؟ ما غثيتنيش انا، غثيت رب العالمين يا فاطر. فاطر؟ ما ادري انا. انما ما فيش حاجه. دحين صرت لي زبادي وحقين برت لك من المجابر. هذا شي زبادي وحقاي. ادي لك ذا الحين راعي. هذا شكله اليوم. خرج من بقالتي. هيا بصرت يا حاج، اخر دلعاك بكنتني ابني نزيه اخر شي سمع فينا عند الحارة. لا يمكن انه ابني نزيه هذا نهائيا. لا يمكن انه يفعل هكذا، مستحيل. المشكلة قدو مصور فيديو، ولو مش مصور فيديو ما نصدقش. هيا بصر ابنك لا عاد فعلنا نظرة ثانية. قوم شوف. هيا قوم افتح الباب، شكله قدو نزيه جاي. قوم افتح الباب ولا اقول لك ارجع انا شفتح له. انا شفتح له. بسم الله. يلا لا حياك الله يا اخي عبد الله. تفضل اهلا وسهلا فيك. تفضل. لا أهلا ولا سهلا. امسك. ايش هذا؟ هذا الدبلة والمحبس حق ابنك هتديه لبنتي. تمام. والباقيات على الحكم مع الولد بعد الفضو. ليش اشبه؟ ايش حصل؟ فهمني. ما عبش معانا بنات الزواج. ايش حصل بين اقول له؟ اسأل ابنك الفاطر خاطرك. حسبي الله ونعم الوكيل. اهلا يا عم صياد. قلع من قدام وشي. لا عاد انا عمك ولا هم يحزنوا. ليش يا عم؟ او غثيتك كل شيء. انا محكم. ما ازوج بنتي الواحد يفطر في رمضان يا قليل الحياة. قلع من قدام وشي. يلا. يو المصيبة حلقت فوقي. ما دروا ان انا فطرت. حسبنا الله ونعم الوكيل. انا جيت انا يا باخي خليني افهمك يا باخي. خليني اقول لك بعدك يا باخي خلصت بي بالحارة. خليني افهمك يا انا بين اقول لك اخرج من بيت. يا بفهمك. من هو هذا اللي نكبني وصورني؟ سمع بي ملان الحارة.
والله خارجني. ما بيشتروا اولاد. حتى الجهل ما سلمناش منهم. ألف الفيديو. وشو انا والله مالك صلي على النبي فتحتني. وين انت ندارين الحاره مقلوبه فوق تحت، ايش فعلت اليوم؟ يا اخي مش وقت الموضوع هذا، خلينا ندخل نفطر مش افهمك. افطرك فوق ما تفاطر. يا اخي اذن مغربي ادخل هيا تعال. خلق الإنسان علمه البيان. ها نزيه، كلمني ايش الموضوع وليش سويت هكذا؟ صلي على النبي. والموضوع ما فيه، كان في جاهل في منطقة بعيدة صدمت السيارة. ايوه وابوه اسعف له المستشفى. ايوه، وبعدين ايش حصل؟ الولد نزف دم خيرات وكانوا محتاجين متبرع بأسرع وقت، والمشكلة ما هي فصيلة دم نادرة اوه مسكين الله يعينه. ايوه كمل. واحتاجوا دم بأسرع وقت، والدكتور نزل إشعار في الواتساب إنهم يحتاجوا نفس الفصيلة هذا، وأنا شفت الإعلان وإني طلعت فصيلة دمي نفس فصيلة دم الطفل، وصرت لهم بأسرع وقت، وإنه الدكتور قال لي ما يصلح تسحب دم وأنت صايم، فضروري تاكل حاجة. انت الان افطرت علشان تتبرع للولد بالدم؟ أيوة يا أخي خالد، صدقني ما غير هذا الكلام. الله المستعان، انت انقذت نفس، واهل الحاره كلهم بيظنوك من الصعاليك حق الحاره اللي بيفطروا في رمضان. هذا شكله ابو الوليد اللي بتكلم عليه. يا شباب، طبعا نزيه تبرع لابني بالدم وقام بكل واجب من شان حياة ابني، فلا تفهموا عكس. بارك الله فيكم. الله المستعان يا نزيه، والله انك رجل وفعلت عمل عظيم، جزاك الله خير. الان باقوم اجمع لك اهل الحاره كلهم لمجلس العاقل ونحكي لهم القصه كلها ونبين كل شيء. هيا اقول. وهذه كل القصه يا عاقل، ونزيه ظلمنا. سامحنا يا ولدي، قد كنا ظلمناك وقد كنا عبال نطردك من الحارة، ذا الحين عذرنا واللي تؤمر به نرضيك. سامحني يا نزيه، سبب المشكلة هذه كلها أنا اللي صورتك ونشرت الفيديو، واللي يرضيك أنا مستعد لو أهجرك بولدي. اسمع يا نزيه، لك مني حساب مفتوح لمدة شهر تاخذ اللي تشتيه بحق الموقف العظيم اللي سويته وبحق ما ظلمتك. عندي فعلت عمل يرفع الراس يا ولدي، واحنا ظلمناك، سامحنا يا ولدي، الله يرضى عليك. داعينا حصل خير وما بش حاجة، سامحكم الله كلكم، بس الإنسان يكون يتأكد قبل ما يظلم الناس بسوء الظن، وهذا خير ما كنت شيء أتكلم به، بس قد انتشر بغير إرادتي، وأجرنا عند الله. وأنا يا ولدي أخصم لك 200,000 من حال الشرط، حكمك ومرضاتك. ونعم بك. بارك الله فيك. ما قلت لي ما يفعل نزيه؟ بيفطر وهذا الدخان اللي بيخرج من لفك ما هو؟ ما وصلكش البرد. برد ما شاء الله، والبرد عندك برد برائحة الكمران. يا سلام عليك، قسما عظما إن ما شي واحد يخرجك من الحارة إلا أنت ذي تخرج من الحارة يا عدو الله. خرج يلا 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 يلا. شركة KNN وVIB للأناقة والتميز في عالم الأحذية، الاختيار المثالي للفخامة والراحة والجودة، أحذية عصرية فاخرة لكل المناسبات والأذواق بتشكيلات واسعة وجديدة بالأسواق، رجالي، ولادي، بناتي، نسائي. استمتع بالمظهر الرائع والأداء الممتاز، مصممة خصيصا لتلبي احتياجاتك وبجودة عالية، متوفرة في جميع محلات الأحذية التجارية في اليمن، الوكيل الوحيد في اليمن الشرعبي لماركة KNN ولماركة VIB. تقدر تاخذ بالجملة وجملة الجملة وتجزئة، عروض وتخفيضات هائلة وبأقل الأسعار. اشتري لك ولأسرتك من مكان واحد.
الفخامة والامتياز لجميع أنواع الأثواب الرجالية، أقمشة حديثة متعددة في ألوانها، جميع أنواعها عربي، سعودي، قطري، عماني، كويتي، إماراتي. العنوان صنعاء شارع حدة، جولة الكمين، أمام مركز العلوم والتقنية، المركز الرئيسي تعز. التحرير الأعلى أمام خياط رتفان. تليفون 77 49 877 84 أو 77 25 74 854. الفخامة والامتياز، أناقة الرجل العربي، أناقة الرجل العربي.